الفيديو ده لاخواتنا المدرسات. مدرسات يعني ايه؟ يعني طلوع ونزول سلالم، فالركب تعبانه، يعني واقفه في الفصل بالساعات، فالظهر تعبان والركب تعبانه برضه، يعني قاعده مقتبه عشان بتصحح وبتشرح، ف ده في الدرس بقى، فبرضه الظهر من فوق تعبان والرقبه تعبان. طيب في شويه حاجات كده نقولها لك. اولا حاولي تخلي الفصول بتاعتك ادوار ارضي لو عرفتي، دي تبقى حاجه كويسه بعيد عن السلالم. رقم اتنين، لازم تقعدي مظبوط، تفردي ظهرك باستمرار، ما تقعديش مقتبه. مش قادره يا دكتور، عودي نفسك، الموضوع كله زي تمرين، يعني خد الموضوع كانه تمرين عشان عضلات ظهرك اللي من فوق دي بدل ما انت مقتبه كده تتفرد. رقم ثلاثة، لازم حتما ولا بد تمارين تقوي بيها عضلات ظهرك من تحت، وعضلات أعلى الظهر، وعضلات الرجلين اللي هي الأمامية والخلفية والسمانة، عشان تبقى الحركة بتاعتك أسهل. أربعة، الأملاح، قللي الأملاح على قد ما تقدري، كوباية الشاي الجميلة وكوباية القهوة الجميلة بتزود الأملاح. خمسة، ما تقعديش لفترات طويلة، نص ساعة واعملي أي حجة أي حاجة وقومي، افردي ظهرك، حركي كتافك، حركي دراعاتك وارجعي اقعدي تاني. ما تخافيش، الشقه والمجهود عارفين بابك مش هيتوه عنك، محدش هياخد عنك نصيبك في الشقه، هيتعنك لحد ما ترجعي. الفيديو ده عشان في كذا مدرسه جم العياده ورا بعض كده، فلفت نظري ان هم كلهم بيشتكوا من نفس الشكوى تقريبا. فاخواتنا المدرسات كل سنه وانتم طيبين، افتكروا دايما ان الامل موجود. سلام عليكم.